أهلا بكم. غيوم كثيفة متواجدة بأغلب المناطق الشمالية للبلاد، وينتظر بعد زوال اليوم نزول أمطار وزخات بأقصى الشمال الغربي، كذلك بالريف وباللوكوس وبداخل الغرب، وطقس سيكون بارد بالمرتفعات وسماء مشمسة بباقي المناطق. وخلال الليل أمطار وزخات تهم الشمال الغربي، كذلك السايس والسواحل شمال مدينة جديدة وشرق الواجهة المتوسطية، وأجواء ستكون مستقرة بباقي الجهات. غدا صباحا أمطار متوقعة بالشمال الغربي، بالريف السايس وبالواجهة المتوسطية، والسحب رياح قوية بالريف بطنجة وبمنطقة الشرق، وسماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الربوع. بالنسبة لدرجات الحرارة فستصل بعد زوال اليوم إلى 6 درجات بفران، 14 بوجدة، 16 متوقعة بالرشيدية، و27 درجة منتظرة بمدينة القويرة. غدا صباحا ستسجل درجة واحدة بكل من إفران وورزازات، 3 بالرشيدية، 10 بوجدة، و13 درجة بالدار البيضاء. يوم الأربعاء ستنزل أمطار وزخات بكل من السايس، الريف بالغرب، وأيضا بالواجهة المتوسطية وبمنطقة الشرق وبالسواحل شمال مدينة أسفي، وغيوم كثيفة متوقعة بشمال الأقاليم الجنوبية. يوم الخميس أمطار وزخات منتظرة بالشمال الغربي للبلاد، وأيضا بالواجهة المتوسطية وشمال منطقة الشرق، وطقس يكون غائم بالأقاليم الجنوبية، والسحب رياح قوية بالواجهة المتوسطية وأيضا بمنطقة الشرق. نتعرف الآن على مواقيت طلوع وغروب الشمس ثم طلوع وأفل القمر بمدينة الدار البيضاء. بلغت مقاييس التساقطات المطرية خلال الساعات الماضية ببلادنا 13 ملم بإفران، 12 سجلت بالقنيطرة والرباط، 9 بتازات، 8 بالعرائش، 7 بفاس، 6 بالمحمدية، و4 ملم بكل من طنجة وتتمليل. بهذا نشرة الطقس دمتم في حفظ الله ورعايته.